السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ سلام. بدأ يومك بإيه؟ بدأ يومي بنا النهاردة. انتوا عارفين إن الفيديو اللي فات أنا كنت الطحال ما عملتوش، يا دوبك سويته بس. قلت هكمل معاكم الفيديو النهاردة، بس هنعمل جنبه إيه بقى؟ هنعمل جنبه شوية قرنبيط. يعني إيه زهرة القرنبيط؟ ابو حسام جايبها لنا من السوق، فايه مركونه من يومها والله. قلت لا ما بديهاش بقى. ابو حسام قال اعملها لنا النهارده. قلت له يا انت استني يا قلبي، ينفذ يا ولاد لازم نعملها. المهم فصصتها وغسلتها ونضفها حلو من كان فيها رمل ولا اي حاجه. خلي بالك تفصصها تروح جايبها تحت الحنفيه غسلها غسيل تمام. وقمنا سلقينها بقى، حطينا في الميه شويه ملح، شويه كمون، والسلقت حلو يا دوبك تغلى قيمة ما تكملش حاجه، 6 دقايق 10 دقايق بكتير عشان ما تتهرش منك. وتيجي تعمليها تلاقيها مهريه كده تمام كده تمام. تعالوا بقى ناخد الميه بتاعتنا ندلقها في الحوض اهي تسلكوا. معايا بقى الخلطة بتاعتي اهو. انا معايا هنا كوبايتين دقيق، حطيت عليهم معلقتين نشا، حطيت عليهم معلقة بيكنج باودر، حطيت عليهم ربطة كزبرة على شبت انا مخرطاها، يعني قيمة معلقتين 3. ماشي. ونحط شوية فلفل اسمر، ونحط شوية كمون وشوية كزبرة عشان حياتك تبقى منورة. بس يا عسلية لا لسه. انا معايا فيجيتار اهو، بس حار، دي الفيجيتار ده حراق. انا عندي برد وعندي ده، عملت انا من الحراق بقى. حطيت قيمة معلقتين 3 اهو، ومعلقه زعفران عشان تديله اللون الاصفر الكهرمان ده. ماشي. ما تنسيش شويه ملح. كده تمام. كل دي معانا اهو. هتعمليه بايه بقى يا عسليه؟ هعمله بميه، ولا احط لا بيض ولا حاجه. يعني القرنبيط ده صيامي، ما ينفع ما هيش حاطه فيه بيض ولا اي حاجه. ماشي. الخلطه دي تعمليها يعني عشان توفير برضه في البيض يا ولاد. البيض عرض ب6 جنيه 7 جنيه، ده البيض ضرب ما شاء الله. كده عسل قوي وتحفه في الطعم، ولا تبين فيها بيض ولا اي حاجه اهي. انا عايزه الخلطه بتاعتي تبقى ماسكه نفسها كده عشان خاطر تمسك على خرطه القرنبيط. اما تيجي تحطها في الزيت ما تجريش منك. هنشوفها مع بعض اهو. كده السمك ده حلو تمام. كده تمام التمام. تعالي بقى يا عسلية، هجيب بقى اهو من امبارح والله نشيلته استوى ونشيلته، وهقعد اقشره بقى حتة حتة كده مع بعض اهو. لازم القشرة الخارجية دي كلها تقشريها. كده تمام اهو. ونحمره بقى، بس انا برضه هحمره بالفيجيتار ده، يعني مش هحمره كده. جبت معلقتين 3 فيجيتار في طبق، وادهن منه من الجهه دي ومن الجهه دي، ابدره واروح محمره. بصراحه كان جميل. احنا قلنا بقى الضرة اللي فاتت كانت الفشه، وكنت عامله باميه وعندي باميه كمان لسه برضه اهو. كده تمام. انا قلت هطول عليك الفيديو، اما اقفل الفيديو لغايه ما اقشره اهو. قشرته وخلصت اهو. تعالوا بقى يلا يا عسليه عشان نقطعها. شوفوا بقى الطريقه اهي. من ترى شاطره اياء كده عشان لما تيجي تحمري يحمر من جهتين معاكم يبقى عسل. كده تمام. كده تمام. الخطوة الجاية معاك ايه يا عسلية؟ هنجيب بقى صينيتنا عشان نحط فيها الزيت، عشان نشوف هنحمر ايه الأول. طبعا القرنبيط اهو. شوفي، اجيب الزهرة من دول اهي، ادهنها من الخلطة بتاعتي واحطها. شايفة ما بينزلش حاجة في الزيت. ليه؟ انا مخليه الخلطة يعني سميكة شوي، مش طرية شوربة كده، لا، عشان تمسك على القرنبيطة من حتة القرنبيط من دول. وهالي بقى كل الكمية بنفس الطريقة، ادهن واحط وادهن واحط لغاية ما اخلص كل الكمية معايا واحمرها. كده تمام. والله وعندي بامية في الحلة لسه اهي، هسخنها برضو جنبي اهو. شوفي، وبقلبها على الجنب التاني، والزيت يفضل نضيف معاك، ولا يقع فيه حاجة ولا محتاج. وهحمر وراه الطحال ده، هحمره وراه. ايوان كده. شفتي؟ ما شاء الله لونه تحفة. شايفين اللون يا ولاد؟ شايفين الشكل والجمال؟ اهو. معايا طبق فيه منديل بقى، واطلع احط عليه اهو عسل. والزيت معايا رايق وزي الفل. اهم حاجة ما تمرقيش الخلطة دي، خليها سميكة شوية اهو. هطلع كله وهعمل نفس الكمية الباقية بنفس الطريقة. اليومين دول القرنبيط بالهبل استغلوه. اعملوه مخلل، اعملوه كيلوه كده مقلي، اعملوه بصلصة، بيتعامل مع اللحمة كده. شفت البامية يا ولاد؟ بالطبخ كده وتحط في حتة لحمة، بيبقى تحفة بالصلصة. خلصت. تعالى بقى نجيب الطحال بتاعنا اهو. وجبت دي ايه؟ دي فيجيتار معايا متبل وجاهز من كل، وحراق ما شاء الله نار اهو. بص اتبل كده واحط على طول، مش هياخد معايا وقت ولا حاجة، وبتحمر من الجهتين في ساعتها
اهو تغيير طعام يا ولاد. الناس احتارت، الناس احتارت، والله العظيم الناس احتارت من كتر ما هنطبخ إيه النهارده، هنعمل ايه، ويا ترى دي غاليه ولا دي رخيصه. اه كله توفير. في اللي بياكلوا في اللي ما بياكلوش، بيبقى على الطبليه يعني ايه، من ده على القرنبيط على باميه، واللي ما يحبش ده ياكل ده، واللي ياكل ده ما ياكلش ده، وهكذا. ما دايما ما تلاقيش في بيت اتنين بياكلوا اكله واحده. دايما كل واحد يطلع لك حد كده يقول لك مش واكل دي، عايز له اكله لوحده مخصوص. اه والله. ربنا يعين كل واحد على حاله، ويعين يا رب بالعيال. اهو كده حلوين. يلا نحمر من الجهتين، ونجيب طبق معانا كده نضيف. اهو شوف ما بتاخدش وقت، على ما رصتهم كلهم كانت احمرت. يلا يا شيكاريتا، اللي ما عملوش قبل كده يجربوا معايا. انا حطيته في الميه بتاع الفشه، سويته في قلبها، لان هي اصلا دي بتترمى ما بتتشربش. كده تمام، حمرنا اهو. ما عادش حاجه، على ما اخلصه تقليب يكون التاني احمر، اطلع على طول. يلا معايا طبق بقى فرشاه فلفل اهو. الفلفل دي بتاكل مش بترمى يعني. اهو تحط الواحده من دول في اللقمه، ومعاها حته فلفلايه كده يا سيدي. ايوه. ولا محتاجه عليه اي بهارات، الفوجيتار فيه بهاراته كامله مكمله. اهو نخلص بقى. انا بقى حبيت اكافئهم النهارده بصراحه. قلت يلا انتوا بقالكوا يومين، النهارده اكل بايت يعني باميه وبس. انا مش بايت ولا حاجه، امبارح نواشف والنهارده نواشف، هعمل لكم حاجه حلوه يلا يستاهلوها بصراحه. قالوا لي تعمليه يا ماما، قلت ما يجراش حاجه، ماليش بركه الا انتوا عايزين حاجه حلوه. قالوا ماشي. رحت عامله لهم حاجه حلوه بعد الغدا. اهو الفلفل ده يتاكل يا اخوانا، مش للزواق بس. شفت الباميه، عندي باميه والله لسه من امبارح اهي. كان شويه باميه عسل الله أكبر. وخلي بالكم الباميه كل ما بتبات بتحلاو، والله العظيم. يمكن ما اتاكلتش اول يوم زي تاني يوم. تعالوا بقى غدانا اهو، قرنبيط وباميه والطحال، وعندي بدنجان مخلل وطبق سلطه. نتغدى بقى، واغسل مواعيني كده وانضف مطبخي، واقوم اعمل لهم حاجه حلوه ياكلوها، مش خساره فيهم بصراحه. اهو كده اكلنا. يلا يا ولاد نملى التانك ونرجع تاني. هتعملي لنا حلو ايه يا عسلية، هتعملي لنا حلو ايه يا عسلية، هتعملي لنا حلو ايه، تعالوا وانا اقول لكم. يلا بينا على عزب الكيمو. انا عندي كنت جايبه جوليش، بس بفتح التلاجة لقيته تعالى. عندي يوم 3 كوبايات لبن، احط عليهم 3 معالق نشا حلوين، احط عليهم اللهم صل على النبي شويه فانيليا، معلقه السكر، والذي منه اهو. كده حلو كده حلو. اقلبها بقى عشان هعملها على البارد. هعمل المهلبية بتاعت النهاردة على البارد. والسكر بتاعي اهو، احط برضو كوباية سكر، احط كوباية ونص، وعلى كوباية ونص مية. كده تمام كده تمام اهو. نص كوباية كمان عسلية. يلا يا قلبي هاتي بقى ليمونة وحطها عليهم، ايوان. ليمونة صغننة كده، وبسيب القشر فيها عشان العطور الزيت العطر اللي في قلب قشر الليمون بيطلع في قلبها، بخليها طعمها تحفة. ومعايا الجلاش بقى اهو، بقطعه بالمقص حتتك بتتك حتتك بتتك، اخليها تتصغير. بصراحة جميلة اما تعملها يعني. نص كيلو جلاش بتعمل لك صينية حلوة زي انا عاملاها دي، وبتطلع عسل. وشوفوا ما شاء الله ورقها، والله العظيم عدت بجيب اللي هي الجاهزة الاقي ورقة كله هراسة. والله العظيم مش عارفة بيهرسوها وبيبيعوها للناس. جاني لقيت واحد فارش بيه في السوق مرة، جبته بالكيلو منه كده الورقة بورقتها. اهي كده تمام. قطعته كله حتت وفصصيه برضه من بعضه، عشان ان هو كله على بعضه. وغسلت مواعيني وكفتها تصفى، وغسلت بوتاجازي، وخلاص ما عادش ورايا بقى الا الحلو لهم بقى. الحلو بعد الغد. اه حطيت المهلبيه بتاعتي على البوتاجاز اهي عشان اعملها. وفي نفس الوقت حطيت برضه الشربات بتاعي يستوي، وحمات الفرن طبعا، ورحت مدخلاها في قلبه. المهلبيه بتاعتي استوت ما شاء الله. واطفي برضو على الشربات بتاعي، كل حاجه تمام. تعالوا بقى ايه، نجيبنا ده هم سمنه بلدي كده. ايوه ودهنت الصينيه بتاعتها، وارش نص المقدار ده احطه في الصينيه، والمقدار التاني احطه فوق في وسط المهلبيه طبعا. اهو كده تمام. هات المهلبيه بتاعتك يا عسلية، هاتي. ايوه تلاقي يلا عشان لما حد حوش. الاخرى تقطعي الخرطه سايحه كده ونايحه كده، بتشر منها كده. ايوه كده تمام كده تمام. احط نص الكميه دي كلها، احطها فوقها بقى من فوق كده،
وطبعا معايا سمنه اهي انا مسيحاها، هحطها على الوش كده. حلو حلو جاوي. يلا يا شيكاريتا، دايما بعملي حاجه حلوه لاولادك كده اهو، احسن ما تشتراها من بره بالغلا والكوي. الكيلو الحلويات عدى ال 100 جنيه من بدري. كده تمام، كده تمام اهو. معايا بقى السمنه البلدي مسيحاها اهي، ارشها على الوش كده عشان ايه يا سيدي، تبقى حمرا جمرة كده عسل اهي. بس كده هي تحقق اهو، يعني بظهر المعلقه بس كده واعملي بس يا شيكاريتا. يلا بقى على الفرن، دخلها بقى وهو سخن كده، نحمي الفرن من يا دوبك وانا بشتغل. شايفين جمالها، شايفين حلاوتها، شفت العقد والشراشيب يا اولاد. يلا بينا على عزب الكيمو. اهي هو ده اليوم بتاعنا النهارده. عملنا قرنبيطه كده للغدا، عندنا شويه باميه بايتين بس يستاهلوا بقك يا فله. عندنا الطحال عملته برضه وحمرته معاكم، وعملت لهم حاجه حلوه جلاش بالكريمه. يا سيدي يا سيدي يا دلع اهو. شايفين جمالها يا ولاد؟ ايوه عسل. على فكره هي لسه سخنه، بس فتحتها لكم عشان تشوفوا بس ايه المهلبيه وهي نازله سايحه منها كده، سايحه سايح وناها على عينه كده تمام. شايفين شايفين يا ولاد؟ يا لهوي يا خرابي يا عرابي، عسل. تنسوش ندعي دعوة لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفى ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة ان ربنا يكرمه ويرضيه. وما ننساش اخواتنا في فلسطين والسودان، ان ربنا يكرمهم وينصرهم نصرا قويا، وارحم امواتهم الشهداء يا رب. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله.